اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والاكسبلور. ان شاء الله دايما بقدم لكم كل جديد بوصفات سهله وبسيطه وبدون تكليف وبدون مجهود، حاجه كده على قد الايد. احنا الستات المصريه اللي ما بتغلبش، ومن كل حاجه بنخترع منها حاجه. وان شاء الله النهارده الاختراع بتاعي هيكون حاجه حلوه قوي هتعجبكم وسهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. يلا بينا تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا ايه والطريقه هتبقى ايه، علشان كل حاجه بقدمها لكم تعجبكم، ويا رب أنال إعجاب كل متابعيني وكل حبايبي وكل مشاهديني. تعالوا يلا نسمي الله ونبتدي كده ونصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا أنا جبت كيلو إلا ربع رز أو حسب الكمية اللي متوفرة عندك أو اللي انت بتعمليها. هاتي بقى معلقة من السمنة على معلقة من الزيت واغسلي الرز. على فكرة أنا بغسله كله لأنه طبعا ما بياخدش وقت في التحمير، وباخد حوالي كوباية من الرز على السمنة والزيت وابتدي كده أشوحهم واديلهم تقليبة حلوة. وده الرز المحمر القمر اللي احنا كلنا بنحبه واللي المصريين متعودين عليه وكل العالم العربي متعود عليه. كفاية ريحته وانت بتقلبيه وبتشوحيه كده. حمري الرز زي ما انت شايفة اديله اللون الذهبي، علشان اهم حاجة ما يغمقش معاك عشان ما يبقاش فيه مرارة كده في طعم الرز، يبقى اللون فاتح شوية علشان يدي ريحة وطعم حلو. انا حمرته كده ونزلت ببقية الرز واديت له تشويحة حلوة كده، وحطيت بقى مرقاية. المرقاية دي بتوديه في حتة تانية خالص وبتديله طعم حلو قوي. بصي ده يعتبر بديل الشوربة، بيدي طعم بيخلي الرز كده طعمه اكنك مدياله شوربة. المهم كده هو طبعا المرقاية انا بحب انزل عليها بالمية المغلية علشان تسيح معاكي تفك معاكي وتتوزع في الرز كلها زي بعضها. لان انت لو زودت مية باردة طبعا الرز ما بيستويش معاكي حلو وبيبقى مش مفلفل كده، بيبقى يعني منشن كده في نشا. تمام. والمرقاية بتسيح معاك من المية المغلية والرز كله بياخد سوا واحد وطعم واحد. واديله بقى شوية فلفل اسود على معلقة من الملح بقى. وبصي انا مش عايزة اقولك هتاكلي احلى رز محمر في حياتك. الطريقة دي طريقة ملهاش حل. المهم احنا كده خلصنا الرز، ادينا له القعد بتاعه. تمام كده، وهنغطي عليه بقى ونسيبه يستوي. تعالي بقى اقول لكم بقى على التركه الجامده، الحاجه كده اللي ملهاش حل وملهاش وصف، ووصفه بسهله وبسيطه وكل المكونات موجوده وسهله عندك في البيت. تعالي يلا نقول الطريقه وسمي الله بقى كده، ويلا نقول احلى طريقه عملتها واطعم طريقه. بص بقى يا ابله او يا مدام او يا بنت او يا عسل، كله ماشي مع المصريين. يلا بينا نبتدي. هاتي بقى كده كوباية من الزبادي على بيضة على شوية فلفل اسود على شوية ملح. والتركة بقى المهمة اللي قوي اللي هتديكي طعم في البطاطس حكاية، وطعم هيخليكي بصي تروحي في حتة تانية خالص، هتخلي ولادك كل يوم يقولوا لك اعملوها لي. بجد حاجة يعني مش عايزة اقول لكم فوق الخيال. هي ادتني طعم بقى الجمبري، طعم السمك، طعم انا مش عايزة اقول لك بقى مدياكي كده ميكس طعم اطعمة، يعني حاجة كده مش عايزة اقول لك والله خيال. حطي بقى مرقاية كمان. وبعدين قومي بقى ايه واخدة الخلاط بتاعك واضربوهم ضربة حلوة كده. تمام. انا بقى ضربتهم. واهم حاجة بقى التركية اللي انا سايبها لك برضو، 3 فصوص من التوم او 4 فصوص من التوم افرموهم كويس مع الخليط ده. التوم بيخلي طعم الخليط والله العظيم قلب ريحة الدنيا عندي، وخلى طعم البطاطس حكاية. وطبعا كريسبي بقى ومقرمشة كده اكنك بتاكلي بانيه، بتاكلي بقى جمبري محمر كده محمص، حاجة كده مدية طعم ميكس يعني ميكس جمبري مع بانيه، حاجة كده حلوة. بصي انت جربيها بجد والله العظيم، انا ولادي ادمنوها، يعني هم كلوها وبعدها بيوم قالوا اعملها لنا تاني. طب انتوا كده هتزهقوا منها؟ قالوا لا هي حلوة طعمها حلو اعملها لنا تاني. وطبعا انتوا عارفين بقى الاقتصاديين بقى والموفرين واللي عايزين يمشي الدنيا كده على قد ما هي ايه ماشية. طبعا احنا عارفين الدنيا ماشية ازاي. فايه المهم الطريقة ديت سهلة قوي وهتعجبكم. هاتي بقى كوباية دقيق. وطبعا الخليط انا نزلت في بولة كده زي ما انتوا شايفين بيه، وجبت كوباية من الدقيق وضربتهم كده بالمضرب كده مع بعض. تمام. وتعالي بقى اقولك بقى ايه على التركة الحلوة بقى. كده بقى طبعا القوام بتاعك زي ما انت شايفة كده حلو ومش تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام كده. هاتي بقى شوية فيجيتار على شوية دقيق. بص انا جبت فيجيتار بس، فطبعا لما الفيجيتار قل معايا في الطبق ما انا مش هرجع اجيب فيجيتار تاني، هي الكمية دي اللي كانت موجودة عندي في البيت. وطبعا انا مش عايزة اشتري حاجة من بره، كل المكونات دي كانت موجودة عندي في البيت.
حبيت ان انا اعمل اكل ومش عايزه اصرف برضه، يعني اي حاجه كده مشيها من البيت وتطلع حاجه حلوه معايا ومناسبه وطعمها حلو وتعجب الولاد وتعجب حماتك وجوزك، ويدعولك ويقولك يا شطارتك يا حلاوتك ان انت وفرت النهارده. طبعا يعني غالبا يعني غالبا ده مش غالبا ده اكيد، يعني ان احنا ما فيش يوم بيعدي الا لما لازم نصرف ولازم الفلوس تطلع ولازم نقعد نحسب لها وعملنا ايه وصرفنا ايه وجبنا ايه، طب نجيب وما نجيبش ونوفر عشان كذا. طبعا الكل عارف الدنيا بقت عاملة ازاي، فانا بجيب لك الحاجة السهلة الاقتصادية الموفرة. طبعا احنا عملنا الخليط زي ما احنا قلنا كده، يعني ضربته كده في بعض زي ما قلت لك. هاتي بقى البطاطس اسلقيها بحلها، قشريها واسلقيها بحلها، وبعد ما تسلقيها بقى قطعيها زي ما انت شايفه كده. بصي بقى قطعيها بقى من نص، قطعيها على 4، قطعيها على 2، عايزه تقطعيها مكعبات. بصي انت بقى وشطارتك وحلاوتك، وزي ما انت عايزه تعمليها اعمليها، وزي ما عايزه تفنشيها فنشيها. المهم هي تطلع معاكي بنفس الطعم وبنفس القرمشة وبنفس الشكل. بصي الولاد حتى البطاطس المسلوقة بياخدوها مني. بصوا يعني انا عايزة اقول لكم بجد ريحة الخلطة طالعة، مش عايزة اقول لكم رهيبة. هاتي بقى البطاطس وغمريها كده في التتبيلة القمر اللي انا وريتها لكم دي، ماشي. وبعدين نزلي بقى ايه البطاطس في الفيجيتار وقلبهم كده تقليبة حلوة مع بعضها. شوفوا بقى، يعني انا مش عايزه اقول لكم بقى ايه ريحه الفيجيتار. طبعا في توابل انا جايبه فيجيتار سايب على فكره، والتوابل بقى اللي انا حطاها في الخلطه دي حلوه قوي. تمام. بصوا بقى غمروها كده حلو مع بعض وقلبوها واحده واحده وش وظهر، وهاتيها من هنا وحطها هنا. بصوا بقى، وقومي بقى طبعا الزيت ما يكونش ساخن قوي علشان بتتلهفش منك بسرعه، وتبص تلاقي الفيجيتار اتحرق منك واسود، وبقت انت كده عملت عملة كبيرة قوي. بدل ما هتخليها حلوة، لا ده انت هتوحشها خالص. فزي ما انتوا شايفين كده، خلي الزيت كده على نار متوسطة، واعملي البطاطس الكمية اللي انت هتقلبها في الفيجيتار، وانزلي بقى في الزيت. بصوا بقى، بصوا شكل البطاطس عاملة زي البانيه بالظبط. حتى القطعة بصي انا بقلبها، الريحة طالعة يعني ريحة البانيه، والشكل شبه البانيه، والقرمشة بقى مش عايزة اقول لكم كريسبي بقى وحاجة كده جمدان. يا رب تعجبكم. بص بقى يعني انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم، ولادي واقفين لي هاتي يا ماما هاتي يا ماما، الريحه طالعه حلوه قوي يعني مش صابرين. فانا هعمل طبعا الدور ده بقى كده، وهكمل بقى بقيه البطاطس، وهوريكم بقى الفينش في الاخر. تمام. وتعالوا بقى ايه، بصوا القمر والجمال والحلاوه اللي طلعت معايا. مش عايزه اقول لكم خيال، والله العظيم خيال. مقرمشة بقى ومحمصة، ومش عايزة اقول لكم متدلعة بقى في الزيت وفي الفيجيتار وفي التتبيلة بتاعتها. يا جدعان حاجة كده مش عايزة اقول لكم الريحة طالعة ايه بقى. بصوا القمر، وحياة ربنا أكنك بتقطعي قطعة بانيه، أكنك بتقطعي ستريبس. بص حتة بطاطس مش عايزة أقولك استريبساه فعلا. هاتي بقى عيش فين واضربيها فيه مع كاتشب بقى ومايونيز، عايزة بقى مع رز تمشي، مع مكرونة تمشي. بصي أنا جبتلك الوصفة وجبتلك الخلاصة اللي هتغنيكي عن الفراخ وعن الجمبري وعن السمك بصي شامله كل حاجه. البطاطس يا جماعه هي دي، يعني انا مش عايزه اقول لكم دي المشبعه فعلا، دي اللي بتسد جوع المصريين والشعب كله. حاجه كده فوق الخيال. يلا قومي هاتيها وجربيها، وانت ليه تصرفي اصلا وتغرمي نفسك؟ هاتي البديل يلا. وزي ما قلت لك احنا المصريين اللي ما بنغلبش، واي حاجه بنخترع لها بديل. يلا بانيه ايه ولحمه ايه وكفته ايه، هاتي البطاطس وشوفي بقى الحلاوه والجمال. طبعا حبيت بقى اسلق برضو بيضتين كده زي ما انتوا شايفين، سلقتهم وقلت بقى اقطعهم بقى كده واحطهم على وش البطاطس. برضو ما انت لازم بقى تجملي الدنيا برضو يعني. طبعا جوزك جاي من الشغل، طبعا مش هتاكلي بطاطس بس يعني، مع بيضايه بقى مع حته سلطه. انا بقى حبيت اعمل كده حته سلطه برضو. ماشي تمام. عملت السلطه كده وركنتها على جنب، وسلقت البيض زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى ايه يعني حبل مش حبل بقى، بصوا انتوا سلك كده اللي هو البلاستيك كده، في خيوط بلاستيك انا ببقى احب اجيبها عندي، لان في حاجات في المطبخ بتبقي تعمليها يعني متطلبه ان انت تقطعها بالحاجات دي. فبصوا بقى انا بقطعها بالسلك، وطبعا كل ما اقطعها تتزفلط مني يعني بتمشي مني بقى البيضه مغلباني يا جماعه، هعمل ايه؟ المهم انا سبتها بقى على الحال ده. انا كنت عايزه اعملها شرايح بس ما جاتش معايا. إيه طبعا القطعه بتاعت البيض إيه،
الولاد عندي الله يصلح حالهم كسروها لي. فالمهم انا قطعتها بقى كده من النص وهي طلعت معايا بالشكل القمر ده. بصوا بقى البيض مع البطاطس مع الرز، انا مش عايزه اقول لكم والله العظيم اقسم بالله الاكله دي مشبعه جدا ومفرحه وحاجه كده جديده وجميله، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا بقى عملت شويه الرز المحمرين بتوعي بقى، بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. يا جماعة قوموا بقى اعملوا الأكلة دي يلا وجربوا، انتوا مستنيين ايه يا جدعان؟ والله العظيم مش عايزة اقول لكم الريحة طالعة. انا واقفة بجرب الأكل قدام منكم وولادي واقفين حوالين مني، يا ماما هاتي بقى، يا ماما خلصي بقى. مش عايزة اقول لكم جاعوا جاعوا، الريحة جوعتهم. وطبعا على ما خلصت والتصوير بياخد وقت معايا، فادعوا لي كده ربنا يكرمني ان شاء الله، وادعوا لي كده ان القناة تنجح معايا، وانا طبعا بيكو بدعمكم انا بيكو طبعا ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير والاكسبلور والمتابعة للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.